نادر، وان شاء الله الدار الطويل ابو نادر ابو لبنان الدار الطويل، ونحن سائرون معك وخلفك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كلمة اختنا مجلوب، اهلا وسهلا فيكي. انا بدي اقول اول شيء للعميد نادر انت بطل. بدي اقول انه كل مواطن عم يستدعوه على التحقيق تهمته اول تهمه له انه هو عميل للبنان، عميل الوطن. ايوه. اثنين بدي اوجه للسلطه من رئيس الجمهوريه ومن نزول لكلهم، يعني كلهم. انتم ما بتقدروا تحكمونا نحن كمواطنين، المواطنين بدهم يحكموكم. انتم ما بتقدروا تمنعوا الشعب يفوت وزاره، لانه هاي الوزارات منا وزارات بيتكم، هيدي وزارات للشعب، لكل الشعب. كنتوا بتقدروا تحاكموا لو فات كسر، بس بدنا نخبركم انه وزاره الخارجيه كانت مكسره من انفجار 4 آب، يلي كلكم متهمين بهيدا الانفجار. كلكم كان معكم خبر شو بده يصير ببيروت، انتوا اختلتونا بيروت. نحن بدنا نقول انه الناس اللي فاتت على وزاره الخارجيه لمت الاوراق يلي انتوا اهملتوها 4 ايام. ملفات الناس العميد جورج نادر والناس اللي كانت معه اللي لموها على الارض. سلطه العار، سلطه الفساد، سلطه الاحتلال. الشعب بده يحاسبكم، مش انتوا بتحاسبوا الشعب. العميد نادر بطل وراح يطلع، وغصبا عنكم راح يطلع. كلمة من عكار. يعطيك العافية، أنت بنشوفك حضرتك إعلامية مش هيك؟ أنا بحكي كمواطنة. إيه بس كإعلاميين اليوم عم بيقولوا إنه الإعلام لازم يكون ناتو، يكون موضوعي ما يكون. لحظة، أنا كإعلامية كموقعي أنا كثير موضوعية، ولا مرة توجهت لا كنت مع الثوار ولا كنت مع السلطة، على طول بسأل، أوكي؟ بس أنا من الثوار والكل بيعرفني، أنا من 2015، من 2006 أنا قلت كلهم، يعني كلهم. من 2015 أنا على الأرض وبعدني على الأرض وباقي على الأرض. ولما بحكي كإعلام بحكي بموضوعية، بس أنا مواطنة بالآخر. واليوم دور للإعلام هو اللي يفرق الناس على الأرض. مع احترامي أغلبهم هن بينزلوا الناس وهن بيطلعوا الناس. أنا إعلامية، أنا موقعي مستقل مش لحدا. أنا بدي وطن. أنا قبل ما أكون أي شيء أنا مواطنة سائرة. ليه سائرة؟ الثورة شو بتعني؟ الثورة بتعني بقلب كل إنسان في غضب على كل الأمور اللي عم بتصير. أنا عندي 3 أولاد، عندي شابين قاعدين بالبيت ما قادرين يكملوا جامعة. ليه؟ لأنه ما قادرين يلاقوا شغل ليكملوا. أنا بلا شغل إلي 3 سنين 4 سنين، ماشي؟ أنا طاعوني رزقتي. ليه؟ لأنه قلت لهم كلهم، يعني كلهم. أنا كمواطنة هل لازم يكون عندنا ثورة إعلامية؟ ثورة إعلامية أكيد. الإعلام ضمير، إذا ما في ضمير عند الإعلام ما في إعلام. اليوم أنا موضوعية بكل شيء، أوكي؟ حتى بثورتي أنا موضوعية. أنا ماني ضد ولا حزب، أنا ضده. ما بدي ألغي ولا حزب، بس أنا ما بدي ولا حزب بقى بالسلطة. أنا بدي سلطة مستقلة. أنا نزلت ب 17 تشرين، لما نزلت العالم عناويننا كانت عريضة. نحن بدنا دولة مدنية، دولة ما بقى يتحسسوا. إلهم أكثر من 120 يوم هن سعد الحريري عم يتحسسوا. نحن شو بدنا نعمل؟ يعني يا ريت نشوف على المنابر الإعلامية إعلام عم يحكي مثلك على المنابر الإعلامية التقليدية. أنا عم بحكي كمواطنة، أنا مواطنة بالآخر. أنا عايشة بهيدا البلد، أنا أخذوني كل شيء، ما بقى معي شيء، لا قادرة أفل، ما بدي أترك بلدي. امبارح مرته لرياض سلامة هي ونسوان الزعمة والنواب وما بعرف مين مافيات البلد قاعدين عم يتعشوا مجمعين. أول شيء بالفترة اللي ممنوع العالم تتجمع، مزبوط أو لا؟ مجمعين عم يتعشوا أفهم عشاء بالوقت اللي في عالم ولادها عم بتموت، عم بتنام ميتة من الجوع، ما معها حق رفضة خبز. هيدي مصرياتنا، هيدا تعبنا. كل قرش أخذوه بده يردوه، كل قرش. وجاي المحاكمة يمكن بتطول شوي، التغيير كثير طويل.
طريق التغيير طويلة بس ما في شجرة وصلت عند ربنا. مصمما على بلوغ كل هدول الزعماء بالاخر بدنا نشوفهم بنار جهنم عم بيحترقوا. وإما يعطيك العافيه، ونحن فخورين بالاعلام اللي مثلك. وبفضل أعماله البطولية حاز على عدة أوسمة وتنايم وتهاني. العميد نادر بعيد صديق، العميد نادر إنسان شجاع، إنسان متواضع جدا، رجل استثنائي بجيش اللبناني، بطل قائد، نحن بنتمثل فيه. لما بنقول على العميد نادر بعيد يحكي فقط نفكر بالولايات الثلاثية اللي عنده. هو أبو لبنان